مخرج يا ابني. يلا لا سيبك من ده اهو. لا يا عيني عشان بتاع عمي يا صاحبي لا 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 الجمال. خلينا نتكلم. شفت يا وده احمد كمان غسيل. نعم انا كنت باخد منهم فلوس قدامهم في مصر والله العظيم. تعالى تعالى بقى اسمع بقى انا بالمناسبه بقى آه. انت بوادرك ايه يا جمال في مسرح الاستاذ الكبير محمد صبحي. بصي الاستاذ صبحي كان بيدينا 60 جنيه عمرنا ما خدناها. والله العظيم انت هتفضحني ده الاستاذ ده حبيبي والله. المهم ايه قول يا جمال ما تخافش. كان احمد قول يا جمال الاستاذ ميشيل. كل واحد مرتبط كل اللي انت قلته قبل التسجيل آه. قول. مش مرتبط. لا انت مش انت مرتبط. مش مرتبط؟ هبرقك لحد دلوقتي المفروض عندي يرتبط جوه يعني الشله في المسرح. انا كنت مرتبط بره المسرح. الحمد لله. بص بقى اقول لك حاجه كنت انا ايه عشان نعدي السندوتش كايزر ب 5 جنيه في المصري واحنا بناخد 60 جنيه في الشهر وكنا في مصر محمد فوزي قصر النيل انا قصر النيل. فانا كنت متفق انا قلت لهم انا هنط من زوم. على السور هنط من على السور واضحي بمستقبلي كله مع الاستاذ وايه وكنت متفق مع الواد سيكا بتاع القهوه يديني سكتير السلم كنت انط اجيب السندوتشات الم منهم بقى كل عايز ايه فول وطعميه كلهم فول وطعميه بس كنت بتخنصر ولا لا يا جيمي؟ اقول لك بخنصر قول الحق. لا على السندوتش. 2 جنيه ونص على كل وجبه انا كل يوم بقول هاكل كنتاكي. وانا رايح اجيب لهم كنتاكي من قدامهم واسلهم طب انا كنت كنتاكي كده بقى وايه وسلو بقى وبتاع كان الدينر بوكس كان ساعتها ب 10 جنيه ادينا البوكس. كان انتاج يا محمد في فوزي. رز كان انتاجه لا كان انتاج محمد لوحده. المهم ايه لا ما كانوش معايا. كمان هو اشتغلوا معايا اسنان مهم بياخد اسنان على بلاطه كان لوحده برضه. عارفه بقى عمل بقى في ايه هو فتنوا عليا رحت قلت لهم ايه بقول لكم ايه انا عايز انت 2 جنيه ونص وانت 2 جنيه ونص منى قال لي منى دي مرتبطه معاه مع امجد فقال لي ايه وهو برده كان نفس الحكايه فقال لي لا 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 يا جماعه ما ينفعش قلت له طب انا هقول للاستاذ انتوا مرتبطين ببنات انتوا مرتبطين ببنات وانا هقول لك يا فنان يا جمال. قلت له خلاص احنا هنفتن عليه. يقوم اتفضلوا عليا انا ما اعرفش بقى رحت ولاد شال السلم بتاعته 100 100 وشفت عنده كاكاو بلبن وبتاع وكلام من ده وجايب وجبه كنتاكي وعقد الفل بقى وايه وبتاع عقد الفل ده اللي هو هيديه للبنوته. كلهم واحد طعميه بنط والله العظيم نطيت من على السوق ولاد شال السلم ولقيت الاستاذ علي صوتك يا جمال كده عايزين نسمعك لقيت وانت الاستاذ بتلعب. بيقول لي كده انزل والله العظيم زي ما بقول لك كده بس استاذ صبحي كان بيحبني. بس معلش بس كنت مرعوب منه ولا بترعب منه قلت له مش نازل قال لي انزل مش نازل يا استاذ قال لي والله العظيم كان في راجل شبه يوسف وهبي كده كان معانا في المسرح اللي هو كان بيقربنا اللي هو كان تبع الاستاذ فوزي محاسب قال لي طب انزل يا جماعه انا همسكك قلت له لا مش هنزل خليه يمشي مش عايز الاستاذ يعلقه. بس استاذ صبحي بس بالامانه الشده بتاع استاذ صبحي دي اتكونت فينا حاجات. طبعا لا التزام وادب. انا مزعل من ساعتها وانا ماشي على نفس الخط. انت مسجل ده فيديو يا بيه؟ لا الاستاذ صبحي ده انا شفته ازاي والله بقول لك ايه يا جمال كل حاجه تسجل. تسجلها. كل حاجه تسجل. لا بتتكلم بقول لك ايه تعالى يا جماعه بقول انت عارف ان انا عملت ده لايف خلي بالك ده لايف. جمال يوسف جمال يوسف كل ده لايف يا عسل. لايف لايف دي حاجات ما تقصدهاش طلعت غصب عنك. لا بس اقول لك على حاجه. هيتعامل معاها تهاب. والله انا بحب ده النهارده دلوقتي ما هو لايف. يعني انا كل ده تهريج على فكره هو عارف اصلا. انا ما بتسمعوش كلامي. انا عايز كل ده تهريج انا عايز. لايف بجد والله بص انت مش قول دلوقتي على فكره انت حكيته له اصلا. فاكر انت عرضنا في مصر. لا انا مره سبت الفرقه ومشيت مسرح الزمالك كان الجزء التحتاني ده كله كل العيال كانوا مرابط. برافو ليه بقى؟ اللي تحت الجو وحش جدا. لانه كان والزمالك عمل امبارح. غلب 1-0 غلب 1-0. غلب 1-0 لا نشوف الماتش. الاهلي النهارده عامل ايه؟ مهزله كرويه. ايه اي مشكله؟ مهزله كرويه. الاهلي عامل مين؟ الزمالك لا انا الزمالك والاهلي زي الفل اكبر ناديين في الحجاز. صح؟ اصل انا ما اقدرش اقول غير ان بس انا ابني زملكاوي وجوزي زملكاوي. اذكر الله. في داهيه. غلب بجد والله الاهلي ما اتغلبش طبعا. اتغلب النهارده 1-0. مين انا؟ اهلاوي؟ اه طبعا. هو مش زعلان؟ زعلان طبعا. زعلان يعني زعلانه دي خلوا زعلان؟ لا بص يا ابني الأهلي الاسترتش. هيكسب وهيخلص دوري ايه؟ المجموعات وهياخد عادي ايه جمال؟ 11. ايه جمال في ايه؟ هو انا ببلغ عنك؟
يا جماعه احنا في بيت الشده، ولو حد جاي عايز استاذ جمال احنا موجودين. انا هسلمه، ايه رايك يا سلمى؟ لا ما تقلقش. بالله عليك وحياة ابني ما عندي، انا عندي الصفحه الرسميه بتاعته. حد بيقول لك انا بحبك. احنا عشنا بخير ايامك يا استاذ والله. فاكر الجبنه الرومي اللي كان نفسنا فيها؟ كمان كان بص كان شعار، يعني كان شعار محط الحرمان. بس عملتكم رجاله وعملتكم فنانين. مين اللي بيشتموا ده؟ لا ما حدش بيشتم، ده كلهم منورين. حد الجمال بيشتموا يلفت الانظار، بحبكم قوي. احسن فتره كانت الفتره دي، كنت يا باكل سلام. زمايلي كلهم، كنت باكلهم. وكنت بتخنصر يا جيمي. فلوس بقيت اخد منهم الفلوس السمساره اللي معاهم كنت بتلم الاجره يعني؟ والله ما راهوش، يعني كان في اتنين جايين كنت بتلم الاجره يا جمال؟ انا وامجد عابد اصلا عيال خنافس. امجد خنافس. طول عمرك كنت في يعني شعر وبتاع. خنافس هو دلاليه. ما شفناش مرمطه في المسرح بقى. اتظبطنا، ده كان الجيش بتاعنا. والله العظيم. ما دخلش الجيش، احلى ايام. مركز تجنيد، فاكر؟ شباب ايه؟ كنا مسمينه مركز تجنيد على مناطق اللي احنا كنا اتربينا فيه. لا والزياره كمان يا حبيبتي. لا انتوا كملتوا الزياره كمان. انا رحت الجيش يعني الجيش لقطوا ان انا بروح بروفات. كنت بطلع من الجيش مبيت واروح البروفه وارجع على الوحده. فبعد كده قال لك لا بقى الواد ده شكله بيشتغل حاجه ثانيه وقاعدين. والله العظيم جبت لهم مره كباب، قالوا لي عايزين فول طعميه، جبت لهم سندوتشات كفته، فاكر؟ طب قول لي، كانت الكفته دي انت كنت ضامنها بذمتك ودينك؟ اتقبض عليه بعدها بسنه. طلعت كفته كلاب. طب انت عارف يا جمال، والله العظيم انا كنت باكل من على العربيه اللي قصاد مسرح سلام. اسمه ايه؟ لا مش السلام، اللي هو بتاع جوز ولوز، ده اسمه ايه؟ الريحاني. وكنت وكلت برضو من عند مسرح استاذ محمد نجم، برضو كان الاستاذ محمد نجم ايه يا بابا عايزين تاكلوا ايه؟ هتاكلوا ايه؟ نقول له استاذ كبده، ده بيعملوا حسابنا. مره المسرح كله جاله اسهال، وبقينا واقفين على المسرح الناس عماله تضحك علينا ان احنا عملنا نعمل كده بايدينا يطلع اسهال. انت عارفه انا كنت رايح عندهم ابو طارق، وهم بعدين لقيت راجل، ده ابو طارق ده كشري عظيم. لقيت راجل كاتب جنيه ونص على الرغيف. جنيه ونص على الرغيف. كنت بتجيب من ابو كام يا جمال؟ في كام صباع ده؟ كنت بتجيب من ابو كام؟ بتجيب الطبق من ابو كام؟ الطبق ساعتها كان بربع جنيه. بقول لك ايه؟ بقول انت انت حضرت التلفزيون ايام سندوتش المكرونه؟ ايام ما كان سندوتش المكرونه في العيش البلد. في العيش البلد. لا انا عمري ما كانش ايام وقت ما كنا طلبه في المعهد، ما كانش في عندنا كشري كيس، كلت كشري يعني ما كانش الانتاج كيس. عندنا بريك. ايوه في كيس كده. ايوه كيس. لا بس الكيس ده بالبسبوس حديث كده بتاعه يعني. كانوا يلموا مننا جنيه ونص كل واحد ويجيبوا لنا شقتين مكرونه. انا لحد دلوقتي بصراحه ادمنتها. يعني انا ساعات ابقى مكسوفه لو حد عمل لما بتعملي دايت. لا تحطيها في العيش. ببقى مثلا عايزه اقول لهم سندوتش. لفيني هعملوا سندوتش مكرونه بالبصل وتتعمل في واحد في وسط البلد في السلام كده. ده انا بعشقها. والانسجام. احنا هنعمل بقى تزهق من الشط ده من غير حضرتك. انا الشط ده ليهم هم بظهرهم عشان يربطوا بينهم وبين بيت الشد. تمام. بابا عبده ده بابا عبده استاذه انت معايا في الشط ده. والانسجام. والانسجام استاذ جمال حضرتك مش معايا في الشط ده. يلا بينا. يلا بينا. شده. الشد. اللي بيت الشاد مين؟ ان شاء الله عمرنا ما نقع في شده وان شاء الله. بقول لك ايه الكلام كله سكان بيت الشده دول بس والله بحبه، والله العظيم احلى سنين والله. كل الكلام ده كان ايام والله العظيم ابدا، والله العظيم ابدا. والدتي خربت البيت اعمل لي معروف. لا والله ابدا. ليه يعني؟ حبيبي يا استاذ. والله في حد وقع؟ واحده وقعت اهي.
ربنا بسيط. احنا في بيت ايه يا جمال؟ ان شاء الله ابدا 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 ما يبقى عندنا شد. انت طبعا طول عمرك منزه، انت بطل. الله يحفظك. والله والله العظيم ده انت بطل بطل. انا اول ما اشتغلت معاك اشتغلنا مع بعض السر، كنت جاي منور كده من حاجات جميله. انا بنور قدامك. ربنا يسعدك، ربنا يسعد وقتك يا رب. والدقن الجميله الحلوه بتاعه بيت الشده اه. حمدي بيت الشده. بيت الشده دول بياكلوا البني ادمين ربنا يكرمك. احي واحد بيقول لك انا معجبه بيك. لا مش انا بحبك جدا جدا في اي حال. استاذ جمال ادعي لنا. فين ايتن؟ ناقص القعده دي، ناقصه ايتن. لا سيبناها في البيت حابسينها. كم هو جميل هذا بيت الشده. الاستاذ ما بيعبرش صفحتي، ما تقلقش، ما بيجيش عندي. انا اشتغلت معاه. ايه لا ما تخافش. يلا نعمل للناس باي باي. باي 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 بيت الشده، ودايما هنوافيكم بالاخبار اول باول. ميرسي ليكم كلكم، وميرسي جدا على الكلمات الجميله اللي انتوا كتبتوها لنا. وايه المنتج الفني اللي بص اللي تعبنا، مصطفى عثمان اللي مطلع عيننا. تعالى انت يالا اللي استخبيت هنا، تعالى مساعد المكياج اللي معانا اللي مطلع عينينا. او اعمل باي باي للناس. ممثله جديده قمراء، يعرفي الناس عليكي. باي باي. ريحة حاجة بتتحرق ولا ايه يا رجاله؟ يلا حاضر من عينيا هدخل على الرب.